في هذا الفيديو غنعرفكم على أجمل وأرخص الأماكن بمدينة أكادير وتارودانت، وغنعرفكم على الأماكن اللي فيها المأكولات رخيصة والمسابح بأرخص ثمن. إيوا نديكم بعد لمدينة أكادير ومن بعد نشوفوا مدينة تارودانت. حنا دابا في مدينة أكادير وبالضبط تالبرج. سولوا على مسجد محمد الخامس، هذا الشكل ديالو بالليل وهكذا كيكون بنهار. تالبرج شعبيه بزاف وفيها الماكله رخيصه بزاف. هنايا كتباع الحريره وكل شيء رخيص اونفاس مع مسجد محمد الخامس في تالبرج. بالنسبه اللي بغى يكري كاين ابتداء من 300 درهم. ايوا دابا يلا نمشيو نديرو دويره في اكادير وفله. راه تقدروا تطلعوا ليه بالطوموبيل ديالكم وتمشيو تساراو فيه، ولكن حيت كيولي الزحام الفوق ولاو كيستعملوا الطاكسيات او الطوبيسات، يعني كتخلي السياره ديالك لتحت. الطاكسي اللي كيطلع كيرجع ينزل كيدير دوميتور، اما اللي بغى يطلع على رجليه ويهبط على رجليه هو حر. ملي كتطلعوا للجبل كتلقاو هاد القصبه مجانيه بالنسبه لاقل من 7 سنوات، يعني اللي بغى يدخل ليها خاصو يخلص. غنحط لكم دابا الاثمنه صورتها لكم ابتداء من 10 دراهم للفرد. وملي كتطلعوا بحال هكذا فوق الجبل كتشوفوا المدينه ديال اكادير من الفوق. ملي كتطلع للجبل ديال اكادير وفله كتلقى الجمال، اما كتصور معاهم ولا كيدير بك دويره ب 30 درهم. ملي كتكونوا كدوروا كتلقاو العديد من المبيعات، يعني تقدروا تشريو شي هديه لشي حد عزيز عليكم. ودابا اجيو نشوفوا المرسى من الفوق كيفاش كتبان بالليل، وشوفوا حتى المدينه من الفوق كيفاش كيبان الشكل ديالها زوين بزاف. ايوا ما نعاودش لكم على الاجواء كيفاش كتكون هنايا بالليل، وكيكون محرك حتى شويه ديال البرد. عاوتاني كاينين هاد الدروج كنهبطوا معاهم كاملين شاعل فيهم الضوء. كاين واحد الساحه زوينه وكاين حتى التليفيريك. كنلقاو تاني العديد من المبيعات، وهنايا اللي بغات تلبس اللبسه الامازيغيه وتصور بها. ايوا ها هو التليفيريك اللي كاين في اكادير وفله، ولكن الاثمنه شويه طالعه. ودابا غنوريكم اللائحه ديال الاثمنه، انا صورتها لكم باش تعرفوا شحال الاثمنه ديال التليفيريك. الفوق في اكادير وفله كتلقاو المكان اللي غادي تخلصوا فيه، هذا هو المكان اللي كتخلصوا فيه، وهذه هي الاثمنه اللي غتشوفوا معايا هنايا في الصوره. والفوق كاينه النقاشه بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحنه. ايضا هنايا كاين البورتكليات بالاسماء، وكاين ديكور يكتبوا لكم فيه الاسم اللي بغيتو. نمشيو نشوفوا دابا لاكوت ديال اكادير. وهنايا لاكوت حدا البحر، كتكون الدنيا عامره بالناس. وانتم غاديين في لاكوت كتلقاو واحد الدخل ديال المعرض فيه منتوجات كثيره للبيع. هنايا كتلقاو كلشي، الصناعه التقليديه وايضا الزيوت الطبيعيه والعديد من المنتوجات المغربيه. وانتوما غاديين مازال في لاكوت كتوصلوا حتى المارينا، وهنا كاين المرسى. انا غنقرب لكم شويه الصوره، ما عرفتش واش كيبان لكم الحوت. دابا طلعت الشميشه، غادي نديكم لتغازوت، كتبعد على اكادير وفله بشي 20 كيلومتر. البحر ديالها نقي وصافي، يعني مزيان لجميع الاسر والعائلات. وباش توصلوا ليه الممرات كامله مصيبه بالعود.
هذا هو الشكل ديالو من الفوق. وباش كيمتاز هذا البحر يعني كتدخل ليه واحد المسافه طويله ومازال ما كتلقاش الغرق. اما هادي غير واحد الضايه كبيره خلاها البحر هنايا. ودابا غنديكم تقريبا للوسط ديال اكادير، غنمشيو لسوق الحد. بالنسبه للناس اللي كراو في البرج كيمشيو شي 3 ولا 4 كيلومتر حتى لسوق الحد. وراه فيه بزاف ديال البيبان، كل باب كيدخلك لواحد صاريه اولا سوق اللي هو كبير بزاف. هادو فكارن صغار كيتباعوا 30 درهم الواحد. واللي زوين في سوق الحد ما تخافوش من الشمس، حيت من الداخل كله مغطي على الشمس، وكل باب فيه باركينغ وبالمجان. اكادير فيها مجموعه من الحدائق اللي زوينه، ولكن غنديكم الاحسن حديقه في تلبرج. الا مشيتوا لتلبرج تسولوا على الحديقه ديال اولهاو. هي راه حديقه مجانيه وكيداروا فيها العديد من الانشطه. وفاش كتدخلوا ليها عندكم فين تجلسوا. بحال هاد البلاصه مثلا خاصه بالعائلات، يعني كيقدروا يجلسوا في هاد المنظر اللي شفتوا دابايا. وفي هاد الحديقه مخصين واحد المكان زوين فيه مكتبه ومكان خاص للاطفال باش يلعبوا، وهذا الشيء مجاني. ايوا يلا ندخلوا نشوفوا هاد المكتبه كيفاش دايره من الداخل. دابا اللي زوين في تلبرج هو انكم كتكونوا قراب لكل شيء، بحال كتقولوا كتكونوا وسط المدينه. وفي هاد الحديقه كاين حتى فين يلعبوا الوليدات الصغار. وهذا الشيء كله اللي شفتو دابا معايا راه كاين في حديقه اولهاو، وحتى هاد الخشبه اللي كاينه في الهواء الطلق. واخيرا غنديكم لمدينه تارودانت اللي كتبعد على اكادير تقريبا بشي 90 كيلومتر. وحيت اكادير فيها البحر بارده شويه، ولكن تارودانت سخونه. تارودانت مدينه صغيره وزوينه، يلا نديكم تشوفوا عمالة اقليم تارودانت. انا درت لكم الفيديو بنهار وغادي تشوفوه حتى في الليل كيفاش كتبان الاجواء. ايوا هذا هو الباب ديال عمالة اقليم تارودانت. حنا مازالين حدا العمالة وهذا المنظر بالليل. وبالنسبة للفضاءات فين يلعبوا الأطفال موجودة. وحتى المأكولات في مدينة تارودانت راها رخيصة بالمقارنة مع الناس اللي كيمشيو للشمال. هاد البراد هذا والصينية حتى هو كاين في تارودانت، غتشوفوا المنظر ديالو حتى في الليل. وإلا حققتوا شوية في البراد غتلقاوه باللي كيدور على الكيسان. وراه مدينة تارودانت حتى هي مدينة سياحية وفيها حتى الأوتيلات. أما الناس اللي كيبغيو يركبوا في الكوتشي كيهز عائلة كاملة ب15 درهم. دابا غندخلكم لواحد الفضاء اللي حتى هو قريب للعمالة. هنا كاين متنزه للعائلات وفين يلعبوا حتى الوليدات، وكاينه النافوره لا فونتين. وهنا كاين واحد المطعم صراحه كيجيو ليه السياح بواحد الشكل كبير، حيت مدينه تارودانت مازال كتعتمد على بعض المنتوجات التقليديه باش تجذب السياح ديالها. حتى لهنا بركه. يلا نديكم لواحد البلاصه سميتها الحمر، سولوا على ستاسيون توطال. ايوا ملي غتدخلوا للستاسيون كاين داخل مقهى ومطعم ومسبح جديد. هنا الجلسه غتعجبكم، عائليه بزاف، وحتى هو فيه فضاءات خضراء والمساحه كبيره. ما غاديش نطول عليكم، ندخلوا نشوفوا المسبح.
بالنسبة للوليدات صغار كيخلصوا 40 درهم، أما الكبار كيخلصوا 80 درهم. هذا هو المسبح الخاص بالكبار. وهادو جوج ديال المسابح الخاصين بالأطفال الصغار. نعاودو نشوفو المسبح ديال الكبار. وفي هذا المسبح راه كاين حتى الدوش. نوريكم دابا المسبح اللي فيه الوليدات من 3 سنين. هاد الدائرة فيها الوليدات اللي كيعوموا فيها من 3 سنين، وهذا الوليدات اللي كبار شوية. ملي كتدخلوا للمسبح كتلقاو لداخل مكتوبة مرحبا بكم في مركب عمر الحمر. يلا معايا دابا غندخلكم المطعم اخر كيبعد على هاد الطوطال ب 200 متر تقريبا، حتى هو فيه المسبح، وحتى هما كيديروا الطويجنات وعندهم مسبح لداخل. غير اللي هو زوين في هاد المسبح مزيان لوليدات صغار حيت مغطينهم من الفوق على الشمس، يعني كيعوموا فيه الوليدات بلا ما تكون الشمس فوق راسهم. والثمن ديالو 30 درهم، ثمن فيكس. هاد المسبح صغير شويه بالمقارنه مع اللي شفتو قبيله. وحتى لهنا كيسالي الفيديو ديالي.